بعد بداية مسلسلات رمضان الكتير جدا، حلقة النهاردة هتكون مختلفة عن نظام القوائم اللي في العادة بنقدمه في القناة، وهناخدكم في رحلة جديدة وسريعة عن ملخص وانطباع أبرز الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2023. عشان ما طولش عليكم هنبدأ بأول مسلسل في قائمتنا واللي هيكون مسلسل بابا المجال. بص، هو المفروض فيه قصة حلوة بيقدمها لنا المسلسل، لكن اللي مش قادر أفهمه إصرارهم إن الحوارات كلها تقفل بقافية في كل النقاشات بلا استثناء، وكأن فعلا الناس ماشية في الشارع بتتكلم مع بعض بالطريقة دي. تحس انك واقع في مستنقع جمل مكتوبة على تكاتك، واللي بصراحة كانت بتفصلني في معظم المشاهد. يعني السياق بيبقى ماشي كويس وفي قصة بتتحكي، الاقي كليشيهات وجمل سطحية جدا بتتقال بشكل مفاجئ تفصلني من كل المسلسل. ده غير انه تقريبا بيحكي نفس القصة الشعبية اللي قدمها مصطفى شعبان في السنين اللي فاتت، ولكن ده ما يمنعش ان المسلسل بيقدم لنا قصة هي تحس انها معتادة ما فيهاش اي جديد او ابداع، ولكن بيظل بيقدم تيمة شعبية كويسة مع اداء تمثيلي متماسك الى حد ما. ندخل على المسلسلين اللي بعد كده واللي هيكونوا جعفر العمدة وضرب نار، وهنتكلم عليهم دفعة واحدة مع بعض لانهم داخلين في تنافس واضح على مين اللي هياخد الافضل في الاكشن السنة دي، خصوصا ان احمد العوضي بدأ ياخد طابع نوعية محمد رمضان في مسلسلاته. احمد العوضي بيبدأ قصته مع ياسمين عبد العزيز برتم سريع وقصة متماسكة بتتحكي صح، تحس انك اندمجت مع الاحداث بسرعة، ولكن طبعا الاخراج المصري ما يخلاش من الاسلوب الهندي في الهروب بقى، والبطل الخارق اللي ما بيجيش فيه اي طلقات، والجمل التكتوكية اللي برضو كان بيعاني منها مسلسل بابا المجال، ولكن الصراحة هنا كانت بشكل اخف بكتير. وما نقدرش نتخطى الاداء التمثيلي لياسمين عبد العزيز اللي كان مميز جدا، وفعلا ادائها وظهورها بيعبر عن الشخصية بكل بساطة. المسلسل هتندمج معاه من اول حلقة وهتحب انك تعرف باقي تفاصيل القصة. وعلى الجانب الاخر جعفر العمدة اللي برضو بيقدم لنا رتم سريع جدا للاحداث، من اول فلاش باك لخطف ابنه والاحداث الكتير اللي بتحصل في الحاضر، والتصوير المميز في السيدة زينب والديكورات جوه البيوت اللي كانت بتخدم القصة بشكل كبير. وكمان الطابع الكوميدي الموجود في المسلسل يمكن بيضحك اكتر من مسلسلات تصنيفها في الاساس كوميدي، ولكن لو جينا لجوانب القصة للاسف في تفرعات كتير متشابهة باعمال تانية اتقدمت قبل كده، حتى اعماله هو شخصيا فيها تشابه كبير في نفس الطابع، منها بقى اسباب الخناقات والمشاكل العائلية اللي بتواجهه خلال الاحداث عامة. ولكن لو هنقيم بالمقارنة باعماله في السنين اللي فاتت فهو افضل بكتير جدا، والطابع الكوميدي وسرعة الاحداث بتخلي المسلسل قوي، ولحد دلوقتي من افضل الحلقات الاولى اللي اتقدمت بالمقارنة بكل المسلسلات التانية. نيجي للمسلسل اللي عمل اثارة جدل في الفترة اللي فاتت واللي هيكون مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، واللي بصراحة عشان نكون صراحة مع بعض الواحد ما كانش مستني طفرة واختلاف شاسع عن الجزء اللي فات، واللي فعلا من اول كام حلقة هتكتشف التطابق ونفس سياق الافيهات والاتجاه اللي مركز على مربوحة ومواقفها مع الكبير بشكل اساسي، واللي ما قدمش اي جديد وواجه انتقاد غريب اتوقع انه مقصود وممنهج في السوشيال ميديا، ولكن ده ما يمنعش ان الناس كانت توقعاتها عالية جدا بسبب الهايب والانتظار الكبير، وده كان واضح بعد اغنية والعة اللي نزلت قبل رمضان، ولكن هو ما يستحقش ابدا كم الهجوم اللي نزل عليه، ومن وجهة نظري بيظل متماسك وبيقدم لنا كوميديا خفيفة متوقع انها هتبدأ في التصاعد خلال الحلقات اللي جاية، وما تتوقعش منه الطفرة او الاختلاف الكبير في نوعية الكوميديا اللي بيقدمها. وبيجي معانا في المنافسة الكوميدية مسلسل الصفارة لأحمد أمين، واللي طالما ذكرنا أحمد أمين فلازم نبقى عارفين اننا على اعتاب مسلسل مميز وفيه ابداع ومختلف اكتر ما هو بس مجرد كوميديا، واللي فعلا فكرة الصفارة ودمج الدراما مع الكوميديا اللي بيروح ويجي ما بينهم بكل سهولة بدون اي زعيق بقى ولا صوت عالي، ونوعية الافيهات المتكررة اللي بقينا نشوفها مؤخرا في المسلسلات التانية. المسلسل ليه طابع مميز جدا واللي بيحكي لك ابعاد درامية ليها علاقة بالرضا والغيبيات اللي لو عرفتها هتكتشف ان فعلا الاختيارات اللي في ايدك هي افضل اختيارات واهونها عليك، واللي بياخدك في رحلة مع شخصيات كتير مختلفة وكاركترات فعلا متعوب عليها ومش مبتذلة نهائي. وشخصية طه دسوقي في المسلسل اللي فعلا كل مرة بيثبت لنا قد ايه هو مميز، خصوصا في تحولاته بين كل
شخصية والتانية مش هتصدق انه فعلا نفس الشخص. وبرغم ان الكوميديا في المسلسل مش اقوى حاجة، ولكن فكرة المسلسل نفسها هتخليك دايما عايز تعرف ايه اللي ممكن يحصل في الحلقات اللي جاية. وبمناسبة الكلام عن افضل المسلسلات اللي اتقدمت، فهنروح لمسلسل المداح الجزء الثالث، اللي فعلا بيقدم لنا مود واجواء مختلفة قدرت بكل بساطة انها تسحب البساط من تحت كل المسلسلات التانية. والسر هنا هو الاختلاف. المسلسل الوحيد اللي قادر يحكي قصة مختلفة بعيدا بقى عن الاكشن والعشوائيات والقصص اللي اتهرست كتير جدا، واللي بياخدنا في اجواء مرعبة ومثيرة وقصة تشدك انك تتفرج على المسلسل، والافتتاحية القوية جدا والموفقة الحقيقة اللي قدرت تبين لك ابعاد القصة، وانه مش مجرد جزء جديد لنحت نجاح الاجزاء اللي فاتت وخلاص. مشكلة المسلسل الواضحة الصراحة في الجرافيكس، واللي المفروض بيخدم جانب الرعب جدا لو اتنفذ بشكل ادق من كده، وكان واضح انه فيك للاسف في معظم المشاهد، ولكن السرد القوي للقصة والاحداث اللي تشدك هتخليك تتغاضى عن المشكلة دي. حمادة هلال قدر فعلا انه يثبت نفسه وسط منافسة قوية جدا لاكتر من 30 مسلسل، واللي فعلا كان من اقوى الحلقات الاولى اللي شفناها لحد دلوقتي. والمسلسلين اللي برضه هنتكلم عليهم مع بعض لانهم بيمثلوا حالة بعيدة عن كل اللي بيتقدم في رمضان، وهم الهرشة السبعة وكامل العدد، وفعلا محققين حالة مختلفة واجواء هادية ومميزة جدا. وبالاخص مسلسل الهرشة السبعة اللي بيقدم قصة واقعية عن حياة 2 متجوزين واللي بيمروا بيه في حياتهم عامة، واللي تحسها كده قريبة من حياتنا العادية من غير افورة وتكليف زيادة في الاحداث، واللي ممكن لناس كتير تحس بملل في السرد لانها زي ما قلت لك واقعية بزيادة، ولكن ده بيخدم القصة والعمل ككل. ده غير الاداء الكويس جدا من امينة خليل ومحمد شاهين اللي فعلا قادرين يوصلوا رسالة المسلسل بشكل ممتاز. وكمان مسلسل كامل العدد لدينا الشربيني اللي الكلام مش هيختلف عليه، لانه برضو بيقدم لنا اجواء خفيفة ومشابهة بطابع كده من الكوميديا والرومانسية اكتر، ونقدر نحطهم كده مع بعض في خانة المسلسلات الرايقة اللي ممكن تعدل لك مودك بعيدا عن الصراعات اللي على الجوانب التانية. المسلسل اللي بعد كده هيكون مسلسل رشيد، واللي بيقدم لنا قصة متوقعة ومتعاد صياغتها عن الرواية الفرنسية كونت دي مونت كريستو للبطل اللي بيتظلم وبيعود من جديد عشان ياخد حقه من كل اللي ظلموه، ولكن بمعالجة وطابع مختلف زي ما صرحوا صناع العمل. وفعلا المسلسل قدر انه يربط ما بين زمنين مختلفين من الحلقة الاولى، والترابط الدرامي اللي كان كويس الى حد ما، ولكنه ماشي ببطء في السرد، خصوصا انك مستني ملابسات معينة انت اصلا متوقعها من البداية، مع التحفظ مع شوية ملاحظات للكاركترز والشخصيات ما بين الماضي والحاضر واشكالهم. ولكن النقطة المميزة جدا واللي بتدعم المسلسل بشكل كبير هو الاداء المعتاد والقوي جدا لمحمد ممدوح وريهام عبد الغفور. المسلسل لحد دلوقتي هو قادر يحجز كرسي افضل المسلسلات اللي شفناها ضمن كل القايمة اللي معانا النهاردة. والمسلسل الاخير اللي هنتكلم عنه في مناقشتنا لحلقة النهاردة هيكون مسلسل سر الباتع. المسلسل طبعا كان داخل معانا في قايمة افضل 10، ولو ما كنتش شفت الحلقة لازم تروح تشوفها دلوقتي. المهم المسلسل من الوهلة الاولى بتقفش اول استسهال في الجنود الفرنسيين اللي واضح جدا من ملامحهم انهم مصريين، لا ومش من مدينتي مثلا ممكن نعديها، لا دول ملامحهم بعيدة كل البعد عن الجنود الفرنسيين. ده غير اللهجة والكلام المصري حرفيا اللي بيقولوه لبعض، يعني مش حتى مكسر، لا ده مصري بحت. اكيد مفيش جندي فرنساوي من يوم ما اتولد ممكن يقول يا نهار اسود مثلا عشان جه قعد في مصر يومين. والاختيارات اللي ما كانتش موفقة الى حد ما من الممثلين بالاخص في الجزء اللي في العصر الحالي، ولكن على صعيد القصة والسرد والتصوير فكانت بداية مبشرة جدا لملحمة قوية بتجمع بين عالمين وبيروح ويجي كده بين الحقبتين بشكل كويس، مش متكروت او يلخبطك وانت بتتفرج على الاقل. واللغز بتاع حامد واسراره والمقام ودخول الحملة الفرنسية لمصر كل ده متنفذ نقدر نقول بشكل كويس الى حد ما، واتوقع انه هيتحسن اكتر كمان في الحلقات اللي جاية. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. شاركنا برأيك عن المسلسلات اللي بتتفرج عليها، وايه اكتر مسلسل شايف انه محقق نجاح كبير جدا لحد دلوقتي. وما تنساش كالعادة تعمل لنا لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.